ده المتر العقاري، بس العقار ما بيتقاس بالمتر. حط العقار ده على واجهة رئيسية، سعره هيختلف. طب لو مكانه بقى صف أول على البحر، سعره هيختلف أكتر. طب لو العقار ده في برج سكني، سعره مختلف. طب لو في برج إداري، طب لو عملنا حواليه سور، طب لو جبنا أمن، طب لو عملنا جراج، مساحات خضراء، كلاب هاوس، كل دي حاجات تخلي السعر يبقى كام. هقولك على حاجة، نفس المساحة في نفس المشروع قيمتها تختلف حسب مكان الوحدة. بتبص على لاندسكيب ولا بتبص على شارع داخلي، بحري ولا قبلي؟ ببساطة العقار ده منتج وسعره بيتحدد بحاجات كتير قوي. موقعه فين، بيبص على ايه، مين بيشغله وبيديره ازاي، وخدمات وسهولة الوصول ونوع المستخدم، وحتى الطريقة اللي هتبيعه بيها. ده لو كان عقار استثماري. أهم عامل في كل ده هو العرض والطلب. في ناس عايزة تأجره، في ناس عايزة تشتريه منك، ولا هو 3D جامد قوي بس من غير سوق. في الاستثمار العقاري المكسب بيجي من حاجتين، يا إما بيجي لك دخل متكرر من الإيجار، أو قيمة الأصل بتزيد وانت بتبيعه، وساعات بيبقى الاتنين مع بعض. العقار الصح هو اللي فيه سبب يخلي حد تاني يدفع لك فيه زيادة، مستأجر يدفع إيجار كويس أو مشتري يدفع سعر أعلى. والمنتج العقاري الصح في المكان الصح ولازم يكون مع الطلب الصح هو اللي بيخليه استثمار ناجح. فلو عايز استثمارك العقاري يبقى ناجح، يبقى تختار المنتج العقاري الصح في المكان الصح، وأهم حاجة مع الطلب الصح.